السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكل بيراهن على الشاشة العالمية وإن الذهب هيرفع لمستويات تاريخية، وده كمان هينعكس على الشاشة محليا، والمحلي هو كمان هيرفع. ولكن خد بالك من نقطة مهمة جدا قد يتغافل عنها البعض. خليني أقول لك إن في عام 2022 وبالتحديد في مارس 2022 سعر الأونصة كان عامل 2080 دولار، وشفنا في شهر اكتوبر عام 2022 من نفس السنة الذهب نزل والشاشة وصلت لحد مستويات 1615 دولار. ايوه نزلت كل الرقم ده. وفي عام 2023 وبالتحديد في شهر مايو كان سعر الأونصة حوالي 2090 دولار، وصححت الأونصة لحد مستويات 1850. ده كان في شهر أكتوبر عام 2023. طبعا دلوقتي واحنا شايفين المستويات والقمم التاريخية اللي وصلت عندها الشاشة العالمية، حاليا بنلعب عند مستويات 2550 و 2555 دولار للأونصة. هل ممكن في شهر 10 اللي هو الشهر القادم ممكن نشوف مستويات 2333 ومنها 2150 دولار؟ ده اللي هجاوب حضرتك عليه في الفيديو. ظهرت بيانات التضخم الأمريكية وجت كالمتوقع، ولا انخفضت ولا ارتفعت. وده طبعا هيأثر ازاي على اجتماع البنك الفيدرالي القادم يوم الأربع القادم يوم 18 سبتمبر؟ ويا ترى كلام جيروم باول هيكون ايه؟ خد بالك الأهم من الخفض أو التثبيت هو كلام جيروم باول. اعتقد 18/9 هو اهم اجتماع للبنك الفيدرالي الامريكي الفترة دي. وخد بالك وعينك كمان على ان ممكن بعد التخفيض، يعني لو حضرتك شفت قدام عينك ان الفيدرالي خفض الفايدة الساعة 9 الساعة 9:30، وبعد كلام جيروم باول ممكن كمان تتقلب الآية كاملة. ممكن حضرتك تشوف ان الفيدرالي خفض والذهب هو كمان بينخفض معاه. هتقول لي ازاي ده؟ هقول لحضرتك وهوضح لك كمان في الفيديو ده. وعينك على دول معينة اول ما بتبدأ ان هي تشتري الذهب بيبدأ الذهب في القريب العاجل بيبدأ في الارتفاع. عينك كمان على المحلي. طبعا الكل بيتكلم دلوقتي عن صفقة سعودية بقيمة 10 مليار دولار. ده كمان هيأثر ازاي على الدولار؟ هل بالسلب ولا بالإيجاب؟ وتبعيته كمان على الذهب وعيار 21. خد بالك كمان ان الفترة دي فترة مهمة وصعبة جدا في التوقعات، لان احداثها زي ما قلت لحضرتك قبل كده احداثها كتير. الناس طبعا اللي عايزة تستثمر في العقار لازم حضرتك تخلي بالك من بعض النقط، علشان دي في ناس كتير بتقع فيها، وخاصة الفترة اللي فاتت. واول ما الاسعار بتبدأ ترفع الناس بتتجه للعقارات بس بطريقة خطأ. خليني اقول لك النهاردة كم نقطة لازم تركز عليها لو حضرتك هتستثمر فلوسك في العقارات. اللي ده هجاوبك عليه، ما تنساش تعمل لايك ويلا بينا. السلام عليكم. طبعا اي حد من حضراتكم حابب ان هو يتواصل معايا بشكل شخصي ممكن يتواصل معايا عن طريق جروب الواتساب او التليجرام، ده هسيبه لحضرتك تحت في اول تعليق، بيبقى اسرع كمان من اليوتيوب. خليني اقول لك ان امريكا بتلعب بالعالم كله، وطبعا البيانات الاقتصادية اللي حضرتك بتشوفها كل شوية دي ما هي الا بيانات بتخدم مصالحها، وبتطلع طبعا وبتكون نتيجتها معروفة من قبل ما بتطلع. دولة وصل الدين الخارجي ليها ال 35 تريليون دولار ولسه بتتحكم في العالم. خليني اقول لحضرتك ولا البريكس ولا اي عملة تانية قادرة ان هي تجنب الدولار المشهد. الكلام ده غير صحيح. طبعا الكل منتظر جيروم باول او البنك الفيدرالي الامريكي يوم الاربع 18 سبتمبر ويخفض الفايدة، وطبعا الكل مستني المستويات التاريخية للذهب الفترة اللي جاية بما يخص الشاشة العالمية. ولكن خليني اقول لحضرتك والفت نظرك لحاجة مهمة جدا. خليني اقول لك ان ممكن يوم الاربع تشوف ان البنك الفيدرالي الامريكي خفض الفايدة، ولكن طلع علينا جيروم باول وقال لحضرتك سيناريو من الاتنين. اولا ان البنك الفيدرالي الامريكي مش هيخفض الفايدة تاني على مستوى عام 2024، وده التخفيض الاول والاخير في السنة دي. وقتها هتشوف الشاشة العالمية وهي بتنخفض. السيناريو الثاني ان هو يطلع يقول لك ان انا خفضت الفايده الاجتماع ده، بس الاجتماعات اللي جايه هتبقى وفقا للبيانات الاقتصاديه، وان طبعا البيانات هي اللي تتحكم الفتره اللي جايه. خليني اقول لك برضو وقتها ان هتشوف تصحيح في الذهب والذهب هينزل. عشان كده في المقدمه قلت لحضرتك ان انت ممكن تشوف نزول في الذهب حتى ولو الفيدرالي الامريكي
خفض. اي نعم 2600 دولار مش بعيدة، احنا بنلعب دلوقتي في 2550 و2560، ولكن خد بالك ان عند مستويات ال 2570 لل 2610 طبيعي جدا ووارد جدا ان الذهب ينزل لمستويات ال 2333، ولو كسر النقطة دي هتشوف حضرتك ال 2150 دولار للشاشة. ده طبيعي ان هي ممكن تنزل وتصحح لتحت، لانه وبنسبة اكتر من 60% ان الشاشة العالمية دلوقتي خلاص، هي دلوقتي قبلت الصدمة ان ممكن الفيدرالي الامريكي هيخفض خلاص، ولكن النسب هنا هي اللي هتفرق. انا بقول لحضرتك ان النسبة هتكون 25 نقطة اساس او ربع في المية. طبعا تقدر تشوف مستويات اعلى من ال 2610 لو خفض نص في المية، ولكن ده في الوقت الحالي مستبعد بالنسبة لي. خد بال حضرتك كمان ان مع اي مشكلة بتحصل على مستوى العالم بيبدأ التضخم في امريكا بيرتفع، ووقتها بيبدأ ارتفاع الفايدة، ووقتها امريكا بتاخد العالم كله في مستويات عالية فوق من الفايدة. طبعا احنا بنتكلم دلوقتي عن مستويات ال5.5%، وطبعا ده بيأثر على الدول الناشئة، ولكن امريكا هي الدولة الوحيدة اللي بيكون عندها الحل في ان هي تبدأ ان هي تخفض الفايدة. وخد بالك كمان في دول بعينها زي الهند. الهند اشترت الفترة اللي فاتت فوق 8.7 طن ذهب من اجمالي الاحتياطات كلها على مستوى العالم. خد بالك ان بقت دلوقتي تاني اكبر دولة على مستوى العالم في شراء الذهب الفترة اللي فاتت، وخاصة في عام 2024. طيب نيجي بقى للوضع محليا والكلام عن صفقة مصرية سعودية بقيمة 10 مليار دولار. يا ترى ده هيأثر ازاي على الدولار جوه البنك وبتبعياته الذهب؟ خليني اقول لحضرتك زي ما الامارات عملت واتنازلت لمصر عن الودائع بتاعتها في الاحتياطي النقدي، برضو السعودية هتعمل نفس الوضع. السعودية هي كمان هتتنازل عن الوديعة بتاعتها جوه الاحتياطي النقدي، ويبقى الاحتياطي النقدي خاص بمصر بس، ملوش علاقة بالدول العربية. ولكن خد بال حضرتك ان ممكن ال10 مليار اللي هم هيخشوا عند حضرتك دول ممكن يعملوا حاجة من الاتنين. هتقول ان هم ينزلوا سعر الدولار جوه البنك ويوصل لمستويات ال45 و42 والكلام ده. هقول لحضرتك الكلام ده مش هيحصل. الدولار هيفضل يلعب عند مستويات ال47 وال49 جنيه زي ما احنا موجودين حاليا، ولكن هو هيطول فترة الاستقرار شوية. وعشان كده خد بالك كويس قوي ان سعر الدولار ده ما ينفعش ينزل عنه عشان الاموال الساخنة اللي عند حضرتك. كده هي هتبدأ تطلع من عندك لو انت نزلت سعر الدولار. فمن مصلحتك ومصلحة الدولة ان الدولار يفضل عند المستويات الحالية. طبعا في بعض الناس بتقول لحضرتك ان الذهب عند مستويات ال 6000 جنيه بنهاية عام 2024 وبداية عام 2025 وشهر يناير وشهر فبراير هنشوف 6000 و6500 جنيه لعيار 21. اسمح لي اقول لحضرتك بأني منطق واي حسبة حضرتك حسبت الحسبة دي. يا ريت لما نتكلم نحسب بالارقام وبالمنطق ونحط الواقع معانا في الصورة. خليني اقول لحضرتك ان انت متوقع ان الدولار يوصل جوه البنك ل 56 جنيه، وهتفائل معاك كمان واقول لك ان سعر الأونصة هيوصل ل 2700 دولار، لا وكمان 3000 دولار. احسب كده ال 3000 دولار واحسب كده ال 56 جنيه هتلاقي عيار 21 عامل مع حضرتك 4300 جنيه. بأي منطق وأي عقل تطلع تقول للناس إن أنت هتشوف مستويات ال 6000 وال 5500 وال 6500؟ يا عم هتقول لي في سوق سودا والدنيا هتتبهدل. تعالى أقول لك لو السوق السودا ظهرت والدولار وصل ل 62 و63 و65 والأونصة عند ال 3000 دولار، خليني أقول لحضرتك إن أنت هتشوف 4800 و5000 بالعافية لعيار 21. اللي بقوله لحضرتك ده بالشكل المنطقي، مش بقول لحضرتك ارقام وخلاص واطلع ان انا اقول لك احنا هنشوف 10000 جنيه في شهر. الكلام ده مش موجود، الكلام ده مش صحيح. اي نعم انا معاك ان عام 2025 هو عام صعب جدا جدا جدا، لان الكل هيتشال من عليه الدعم. انا معاك والمواطن هو اللي هيتحمل كل ده، ولكن نقول ارقام منطقية بالنسبة للتواريخ اللي احنا بنتكلم بيها في يناير وفبراير قادم. علشان كده دايما بنصح الناس كلها، اي حد اشترى معايا الفترة اللي فاتت حضرتك مدخر، حضرتك بتشتري الذهب لسنة كاملة قدام. ليه اشترينا الذهب من شهر 8 اللي فات واشتريناه لحد 8 عام 2025؟ لان 2025 احداثها كتير، وانا معاك وانت فاهم وانا فاهم ان الفترة اللي جاية فترة صعبة. ولكن خليني اقول لحضرتك اشرح بالارقام. في ناس بتكلمني ان هي هتبيع بيوت وهتبيع مش عارف ايه علشان خاطر تشتري ذهب عشان خاطر الرقم يبقى الضعف. الكلام ده
مش صحيح. خليني اقول لك انا معاك ان الذهب ممكن يوصل ل 4300 جنيه لان كنا قبل كده جابها ولازم يرجع لها تاني، و4500 جنيه ماشي، ولو الدنيا هاصت شويه 4800 جنيه يا عم ماشي مقبول. ما تقوليش 6000 و6500 جنيه من انت جايب الارقام دي كلها منين؟ طبعا اي حد عايز يستثمر فلوسه في عقار لازم تخلي بالك من نقط معينه. ما ينفعش تروح تقول لي هشتري عقار ب 500 الف جنيه عشان العقار ده يزيد بعد سنه فيوصل لمليون ومليون ونص. الكلام ده مش موجود. النهارده علشان تشتري عقار وعقار يجيب لحضرتك فلوس تأجره ويجيب لك عائد او يزيد بنفس الزياده اللي بيزيدها الفتره مع التضخم او مع ارتفاع الدولار، لازم يكون في منطقه جديده. دي رقم واحد، ومنطقه ليها مستقبل. ما ينفعش اروح اشتري في اي منطقه وخلاص، منطقه كلها مباني قديمه غير منطقه كلها مباني جديده وجاي لها المستقبل. منطقه ما ينفعش اروح احسب ان انا هروح مثلا منطقه زي مدينه نصر واقول انا هروح اشتري شقه هناك ب 500,000. الكلام ده مش موجود. لازم تشتري عقار برقم كبير عشان يحافظ على قيمته. ما ينفعش تروح تقول لي اروح اشتري عقار مثلا في منطقه شعبيه شويه، مع احترامي طبعا للمنطقه الشعبيه، ولكن في رينج ال 500 600 700 الف جنيه، وتقول لي اصل انا بعد كده عايزه يبقى ب 3 4 مليون جنيه. الكلام ده مش موجود. لو حضرتك مش معاك رقم كبير ان انت تقدر تروح تشتري بيه عقار، لا روح حطه في ذهب. الذهب هتشتري بيه ذهب وهتقدر ان هو يبقى بضعف قدام شويه، هقول لك ماشي. لكن ما تقوليش اروح اشتري عقار في منطقه مهما كان ب 500 600 الف وتستنى منه ان هو يوصل ل 3 4 مليون جنيه. الكلام ده مش موجود. رقم اتنين، خليني اقول لحضرتك وانت بتفكر شوف المكان اللي يزيد مع الزيادات. ما تشوفش ان انت اشتريت عقار وخلاص. شوف مكان لما تيجي تأجره الايجار بتاعه بيزيد بطريقه كبيره. ما تشوفش ايجار تروح تقول لي هشتري شقه عشان ايجارها ب 2000 وب 2000 ونص وب 3000 جنيه. ما تزعلش منه، ده ما اسموش ايجار. لكن راح اشتري عقار عشان خاطر يجيب لي 20 و30 الف جنيه في الشهر، ده كده اسمه استثمار عقاري. الاستثمار في العقارات مهم، انا معاك. وطبعا كان الفتره اللي فاتت قبل التضخم كان اهم استثمار في مصر والاستثمار في العقارات، ولكن دلوقتي لازم تختار كويس اول عقار اللي تستثمر فيه. حط فلوسك في عقار يستاهل، حط فلوسك في عقار جديد، حط فلوسك في عقار ما ترميهاش على الارض بغرض ان انت بتستثمر في عقار وخلاص. في الاول وفي الاخر دي وجهة نظري ومش بلزم اي حد من حضراتكم بيها. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. واي حد من حضراتكم عنده اي استفسار سيبولي في الكومنتات وارد عليه. سلام.